بورسعيد تاريخ نعيشه، ومحمية أشرف الجميل كل الشكر والتقدير لحزب حماة وطن. طلعنا معاهم الرحلة ودخلنا المحمية وصورنا وقلنا نستمتع معاكم ونعرفكم على بعض الصور وبعض المعلومات اللي عرفناها داخل المحمية. ده المعرض الخاص أو المتحف الخاص بمحمية أشرف الجميل. في بعض الحيوانات والطيور المجففة أو المحنطة، ده خاص بالمصادرات. طبعا الطائر أبو منجل ده بيقولوا إنه من أيام الفراعنة هيتم الترصيف للبيئة، سواء مائية أو حيوانات أو طيور. الهرم الغذائي كله كامل متكامل. طبعا جزيرة تنيس دي ليها كلام تاني لوحده. كل الصور سواء الصيد العادي أو إزاي بيحموا من الصيد الجائر، سواء في الثروة السمكية أو الثروة الطيور، آه، كلها معلقة داخل المحمية. ده طريقة الصيد السمان اللي بيبقوا أخدين تصريح ليه. هشيب الفرش صغير هنعرضه في مرة لوحده. في صور كتيرة جدا لبعض الطيور وبعض النباتات النادرة الخاصة بالمحمية. الجزء ده اللي بتصور داخل المحمية، سواء نباتات محنطة أو صور جدارية معلقة داخل المحمية. هنحاول نجيبها لكم على أكتر من جزء عشان تستمتعوا باللي احنا استمتعنا بيه. في الجزء ده خلص الكلام.